السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وش حالكم؟ كلم بحاله. مرحبا وسهلا بالجميع. عندي كلام أبغي أقوله وأبغي أعبر عنه، وأبغي أقول شو هو دورنا الحقيقي، بما أن الله سبحانه وتعالى وفقنا أن الواحد يكون له نسبة من المحبين اللي ممكن يتأثرون بكلامه. اليوم نحن كإعلام وكمنصات تواصل اجتماعي، دورنا الأساسي هو أن نحن نتقارب فيما بيننا البين، نتناصح فيما بيننا البين، ما نترك مجال لبث الكراهية والفتنة بالذات بين الأشقاء. اليوم نحن وطن عربي واحد، أي إنسان يتجاوز على شعب بأكمله هذا إنسان غير سوي. أي إنسان يشكك في أحد ونواياه، مع أن يعني النية الله اللي مطلع عليها سبحانه وتعالى، فتعرف أن هذا إنسان جاهل وجاحد. فلما اليوم توصل رسالتك بشكل جميل، المكاسب لا تعد ولا تحصى. الكل شاهد ما حدث بين الإمارات والعراق. يا جماعة، مباراة مفصلية، مباراة فيها فشل وفيها ممكن صعود لكأس العالم، يعني قمة الإنجاز وقمة الفشل. أما بادر الإماراتيين عبر اتحاد الكرة، عبر الإعلام، وهذا واجب لا يشكر عليه، بالترحيب بمنتخب العراق، بتقدير منتخب العراق، باحترام سلامه الوطني، باحترام كل ما يمت للعراقي بالعراق بصلة. شو شفت ردة الفعل؟ حطونا فوق رؤوسهم. مشاهد بصراحة لو الواحد يحطها منيه إلين باكر ما بتخلص. هذا هو الدور اللي مفروض أن نحن ندخل فيه ونمارس مهامنا فيه، سواء إعلامي، سواء مؤثر، سواء. سهل جدا تستفز شعب، سهل جدا انك تسيء للناس. الصعب هو الأدب الكايد، اللي هي قولة ونعم، قولة ونعم كايدة، هذه تحتاج إلى أفعال. فلما تشكر أشقائك على ما قدموه، وتوجه لعيبة العراق لجمهور الإمارات وتحية جمهور الإمارات، هذا معناتها رسالة جميلة قد وصلت. لما عدنان درجال في خضم فرحته يقول شكرا لأشقائنا وهارد لك لهم وهم ما خسروا وإحنا واحد، كلام الطيب لا يأتي إلا بنتيجة طيبة. فهكذا هو دورنا. بتلاحظون أن اللجان اللي تتكلم هذه تسيء لشعوب، تسيء لوطنيتها، تسيء لعقيدتها. هذه مش لغة الإنسان العاقل. لأن لو عامر أخطأ، ترى عامر أخطأ مو بشعب الإمارات، مو بقيادة الإمارات، مواطن أخطأ، إذا الرد عليه. تمام؟ وإن شاء الله لا يجعلنا لا من المتجاوزين على الناس ولا على أشقائنا. لكن والله الكلمة الطيبة إن مفعولها كبير جدا بين الناس، ونحن كلنا أشقاء وكلنا أخوة، وخلونا نختلف عادي جدا ضمن ميدان كرة القدم، قوانين كرة القدم، شغلات كثيرة. لكن ما نروح إلى الخطأ على شعب أو على قيادة. أو أنا أرجع أقول لك الآن، أنا منتخبي من المنتخبات اللي ظلمت في التصفيات، أشياء كثيرة جدا. لكن هل بتشاهد أن نحن نسيء لشعب أو لدولة أو ما إلى ذلك؟ لا. وأقدر ترى في ردود عندي ناس يدعون أنهم الدولة الفلانية والدولة الفلانية، أقدر أنشره وأقول شوفوا هذا شو قال وشو ما قال. بس هل هذا عمل الإعلام؟ هل هذه رسالة الإعلام؟ إن شاء الله أن تكون رسائل الطيب دائما مستمرة
بين الأشقاء. الله يوحدنا ولا يفرقنا.